بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صباح الأنوار، واش راكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وتلقاكم هذا الفيديو مهنين. كالعادة نرحب بكم كامل ونقول لكم القناة قناتكم، واللي مازال مشتركش نتمنى أنه يشترك ويفعل الجرس باش يلحقكم كل جديد. الوصفة تاعنا تاع نهار اليوم راح تكون وصفة بزاف بنينة تنحي عليك الحيرة، وأهم حاجة وصفة زاكية. يعني هنا بنص صدر تاع دجاج راكم راح ديروا ولا تاكلوا وتوكلوا. راح دير لكم مقلة تاع مرقاز ولا الفو مرقاز. اليوم حنحاولوا ان نخدموا المرقاز في الدار اللي حيكون صحي اقتصادي وبزاف بزاف بنين. وشوفوا كيفاش يجي، قلت لكم تحلفوا عليه بلي مرقاز مع واحد المكون هو اللي راح يزيد يعطي له بنه. انا واش نسحقوا البنات نص صدر تاع دجاج. كما قلت لكم انا الصدر تاعي كان صغير، يعني ديت النص تاعو، نحيت له هذيك الجلده ودي صوصيتو من العظم. نسحقوا سنينة تاع الثوم لازم هو يعطي بنا هذيك تاع المرقاز، الثوم والكمون. نسحقوا هنا شويه تاع شحم، والناس اللي ما تحبش الشحم تعوضها بمغرفه تاع الزيت. هنا الشحم راح يخلي لنا هذاك الصدر تاعنا ما يجيناش ناشف ويجينا طري. نسحقوا حبيبه تاع بصل صغيره ولا ربع حبه كبيره. والمكون اللي حيعطي بنا لهذه الوصفه تاعنا هو الزيتون. نسحقوا كميشه تاع الزيتون، نسحقوا حبه تاع البيض، نسحقوا معدنوس ولا حشيش ولا خليط ما بيناتهم، المهم واش يكون متوفر عندكم. نسحقوا لا شابلور والتوابل، راح نديروا الملح، الفلفل العكري، التوابل تاع الدجاج ولا توابل تاع المرقاز يتباعوا عند اللي يبيع لي زيبيس. الملح عفوا الفلفل الكحل، القزبر وكمون. الكمون لازم هو والثوم. هنا البنات نجيبوا لاشوار تاعنا، نحطوا فيها هذاك الدجاج تاعنا مع هذاك الشحمه. قلت لكم لا ما كاش عندكم الشحمه، بعد ما تطحنوا الدجاج تاعكم عوضوها بمغرفه تاع الزيت ولا بمغرفه تاع السمن ولا مارغرين باش الدجاج تاعكم يجيكم طري من الداخل. ومن بعد هنايا نزيد عليها البصل ونزيد الثوم ونزيد الزيتون ونرحي كلش. الا البنات ما كانش عندكم اشوار تقدروا تشروا الدجاج مرحي، يعني ما عند اللي يبيع ما عند البوشي تشرو دجاج يكون مرحي ولا هو يرحي لكم الصدر. ومن الاحسن تشرو عنده صدر تقولوا له رحوا لنا، على خاطر كنت تروحوا تشرو هذاك الدجاج المرحي راهم يخلطوه مع الشحم مع الجلده ما يطحنوا كلش. من الاحسن يعني تشرو عليه صدر ومن بعد تقولوا له رحيه هنا، ولا تقدروا روحوا وحدكم في الدار. انا شوفوا بعد ما رحيت انا هذاك نص صدر تاعي، انا مع هذاك البصل والثوم والزيتون والقزبر. انا هنايا ما حبيتش نخلط التوابل والبيض كلش في الاشواق، وتخلي كي نخرج يعني كي نرحي وندير. هنا زدت الحبه تاعي تاع البيض. حبه تاع البيض في نص الصدر ما ديروش حبه كبيره، الا وانتم شوفوا على حسب الصدر تاعكم، الا كان الصدر تاعكم صغير ديروا حبه غير صغيره. هنايا زدت بديت ندير في التوابل، درت القزبر، درت الكمون. يعني تعرفوا بلي الكمون يمشي بزاف مع الثوم، وشتو المرقز كي نشروه يعني حاجه اللي تكون غالبه عليه هي ريحه الثوم والكمون. زدت هنا درت توابل تاع الدجاج، فلفل الكحل. انا قلت لكم البنات ديروا توابل تاع الدجاج، ما عندكمش ديروا شويه راس الحانوت، ما عندكمش تقدروا ثاني تشروا عند اللي يبيع لي زيبيس التوابل تاع المرقاز. ودرت هنايا الملح. هنا البنات الملح ما تكثروش لخاطر ديجا انا دايرين الزيتون كان مالح شويه. هنايا درت الفلفل العكري. انا في الحق الزيتون نخليه في الماء، كي نشريه نديرو في الماء، يعني الملوحيه هذيك تاعو بزاف تروح له، بصح نتوما ديروا حسابكم. وزدت هنا شويه تاع الهريسه، ودرت 3 مغارف تاع لا شابلوغ كما راكم تشوفوا انا ما عمرتهمش مليح. ومن بعد هنايا نجي نعجن هذاك الدجاج تاعنا مع هذاك الحبه تاع البيض ومع مع هذيك التوابل اللي درناهم. وقلت لكم الا ما كنتوش درتوا الشحمه في هذه المرحله زيدوا مغرفه مارغرين صغيره ولا سمن، ولا ما عندكمش كاع ديروا مغرفه تاع الزيت. ومن بعد البنات كي نعجنوها مليح ونشوفوا الى كي يتلم معنا هذاك الدجاج نشوفوا ما لازمش يكون ناشف بزاف وما لازمش يكون طري بزاف، يكون شاد روحو. المهم نتوما لا صدتوه جاري بزاف زيدوا له لا شابلوغ، ولا صدتوه ناشف هكا بزاف جاكم حسيتوه ناشف زيدوا له يعني شويه تاع الماء. انتم المهم لا شابلوغ زيدوا غير بشويه وعجنوا وشوفوا. هنا نجيب حاجه طبسي ولا نديروا فيه شويه تاع الماء ونبداو نخدموه هكا في الصبيعات تاعنا تاع المرقاز، نجمخو يدنا ونخدمو باش الشكل تاعهم يجي شباب، وثانيك يعني يساعدونا في الخدمه. شوفوا ما شاء الله الكميه هذيك، شوفوا تاع نص صدر شوفوا شحال دارت لي. قلت لكم يعني راكم رايحين تاكلوا وتوكلوا، حنا كلينا بالشبعه وزاد قعد لي الفطور. مع دوك نزيدو البنات نطيبوه في لاصوص ونديروا له البيض وكامل من الفوق، راهو رايح يزيد يسكى.
هنايا البنات جبت المقله تاعي، درت فيها شويه تاع الزيت، ما تكثروش الزيت، تخليوه يسخن مليح على نار تكون شويه تحت المتوسط، ما تكونش قويه وما تكونش ناقصه كامل، خاطر كون تكون قويه ينحرق لنا من تحت عفوا من برا وما يطيبلناش مليح من الداخل، والعكس لو كان نقصوا له بزاف يعني يشد لنا في الطياب. ديروها شويه تحت المتوسط وحطوهم هكا يطيبوا. هنا لازم البنات كي طيبوهم قعدوا خطره على خطره هكا تقلبوا فيهم باش ما يحمروا لكمش بزاف، باش ما يجوش يابسين، باش يجوا طريين. يعني شوفوا نطيبوهم هكا، حاولوا انكم ما تخلوهمش يطيبوا بزاف. ومن بعدها انا بعد ما يطيبوا نحطهم في هكا في طبسين، نحيتهم كامل درتهم في طبسين، ومن بعد رحت في هذاك الزيت اللي قليتهم فيه راح ندير فيه لاصوص طوماط. انا هنا البنات كانت عندي لاصوص طايبه، يعني كنت مطيبه لاصوص، انا دائما كي نشري طوماطيش نطيبها نديرها انصوص ونعمرها هكا في بلارات. هنا كانت عندي لاصوص طايبه راني حنحطها في المقله. لاصوص تاعي فيها الثوم فيها كلش البنات، على هذيك انا هنا ما راني رايحه نزيد والو. نتوما ما كانش عندكم لاصوص طايبه جيبوا زوج حبات طوماطيش ولا ثلاثه، ولا المهم على حسب الكميه تاع المركز اللي يكون عندكم. طحنوا هذيك الطوماطيش ولا ربيوها، ديروها هنايا، زيدوا معاها الثوم، زيدوا معاها شويه تاع الكمون، وتحبوا تزيدوا ريقه راند ولا نتوما واش تحبوا البنات على صوص تاعكم، يعني ديروا توابل الملح فلفل الكحل شويه تاع الكمون كشو ريقه راند هكا. وما تخليوا هذيك لاصوص تاعكم تاع الطوماطيش طيب، زيدوا لها شويه تاع الماء وخليوها طيب. وانا هذه ثاني اللي طيبتها هكا خليتها في المقله، يعني حتى طلقت لي روحها شويه، ومن بعد زدت لها شويه ماء لخاطر راح نديروا الدجاج هكا باش يزيد كيشغل هذوك الاصابع يزيدوا يشربوا لنا شويه من لاصوص. تزيدوا واحد النص كاس ماء هكا وتخلوا هذيك لاصوص تاعكم تغلي ولا طيب، ومن بعد تجوا تحطوا هكايا هذوك الاصابع تاعكم تاع المركاز ولا الفو مركاز. انا لك تحبوا تزيدوا بطاطا مقليه ولا ثاني تزيدوها من قبل ديروها هكا من تحت، ومن بعد تحطوا هذوك الاصابع تاع الدجاج وما تديروا عليهم البيض. كما تقدروا ما ديروش كامل البيض، يعني تاكلوه هكا مباشره. نتوما واش راكم يعني حابين لو تاعكم. انا هنا بدلت المقله يعني كي كانت الكميه كبيره المقله ما رفدتها ليش، هذوك الحبات الفوقانيين ما شربوش الصوص. بدلت المقله كبرتها باش الحبات كامل يدوا يعني الكميه تاعهم من لاصوص. انا بعد ما شت هذاك المركز تاعي شرب لي هكا لاصوص باش ما يجيناش ناشف بزاف، هنايا نجي ندير عليه البيض. انا درت عليه شوفوا زوج كما نقولوا زوج ماشي انواع كيفاش نقولوها ولا ما على بالي، شغل زوج طرق تاع البيض. درت لكم كي تحبوا تفقسوا حبه بيض هكاك ديروا شغل اسباس، ديروا فراخ وتحطوا حبتكم تاع البيض هكا يعني تفقسوها فيه هكاك، والجهه اللي من هيك ضربت يعني حبات بيض ودرتو. يعني حبيت نوري لكم تقدروا ديروا عليها بيض مضرب هكا كما تقدروا، يعني كل واحد ديروا له حبه تاع بيض، ديروا فراخ هكا في المقله وتفقسوا حبه تاع البيض، وكي تجوا تقدموه كل واحد ترفدوا له حبه تاع بيض بالمركز تاعو. وشوفوا كيفاش يجي، يعني غطيت عليه، غطيته خليته زوج دقائق ولا ما طاب لي هذاك البيض وطفيت عليه. يشوفوا تجي بزاف بنين، واحد الريحه تكون هكا في الكوزينه، يعني واش نقول لكم. ونجو هكايا نقدموه. انا يعني تحبوا كيما الناس اللي تحب لي ساندويتش ولا راح يجيكم يعني ساندويتش مع شويه هريسه هكا يجيكم ولا اروع. ثاني قلت لكم زيدوا تقلوا معاه الفريت، تحبوا تخلطوها معاه، تحبوا تخلوها على جهه حتى كي تجوا تعمروا الساندويتش تاعكم. وشوفوا هكا بنص صدر تاع دجاج، يعني توكلوا عيله ما شاء الله، تاكلوا وتوكلوا وكتدبيره. نتمنى خياتي ان الوصفه نالت اعجابكم، ما تبخلوش عليها بجام، والى الملتقى، مع السلامه.